فاكر الراجل ده؟ أول ما بيظهر بتضحك، الملامح، الصوت، الطريقة، كل حاجة فيه معمولة عشان تضحكك. بس عمرك سألت نفسك الراجل ده كان عايش ازاي؟ ده عبد الفتاح الأسري، كان بيضحك بلد كاملة. بس ورا الحكاية دي في حكاية محدش ركز فيها. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1905، وتحديدا في القاهرة. راجع بيك لبداية غريبة جدا. الراجل اللي شكله بيقول ابن بلد ومولود في حارة. القوطه اللي كانت 100 قرش النهارده رطل التمر بخمسه تعبين. اللحمه اللي كانت ب4 تاب النهارده ب8 وده كلها بكماش. الرز بنسمع عليه سامع. قصدي يعني يقول لك حتى انه ما يصحش كل شيء ولا مؤاخذه يغلى ثمنه. بني ادم هيفضل زي ما هو. كان متعلم في مدارس فرنسية وبيتكلم فرنساوي بطلاقة. أيوة، نفس الراجل اللي بتضحك عليه. كان ممكن يبقى في حتة تانية خالص. اتولد في عيلة ميسورة الحال. أبوه كان تاجر دهب كبير وكان عايزه يكمل في التجارة. يعني كان ممكن يعيش حياة مستقرة، فلوس وشغل مضمون. بس هو اختار طريق تاني خالص، اختار المسرح. دخل عالم التمثيل رغم انه ما كانش اختيار سهل وقتها، وكان لازم يبدأ من تحت الصفر. وقف على المسرح، جرب، غلط وتعلم لحد ما اشتغل مع نجيب الريحاني. ومن هنا بدأت الحكاية بجد. الريحاني شاف فيه حاجة مختلفة، حاجة تخلي الناس تضحك من غير أي مجهود. وبعدها بدأ يظهر في أفلام كتير واشتغل مع نجوم كبيرة زي إسماعيل ياسين. اشتغل في ابن حميدو وسي عمر ولو كنت غني وحرام عليك ومتحف الشمع وغيرهم أفلام كتير قوي. وكمان ليه جمل عمرنا ما هننساها. يا صفايح الزبده السايحه يا بلاميل القشطه النايحه. انا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المرة دي، انما اعملي حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل ابدا. بس الغريب ما كانش بطل فيلم، ومع ذلك أول ما بيظهر تنسى كل الفيلم وتفتكره هو. عارف ليه الناس حبته؟ عشان كان حقيقي، ما كانش بيحاول يبقى مضحك. هو كان على طبيعته كده، صوته وملامحه وردود أفعاله كلها كانت شبه ناس حقيقية احنا نعرفها. بس للأسف وكالعادة الحياة ما بتمشيش على مزاج حد. بدأ يفقد بصره واحدة واحدة. الأمر بدأ بسيط وبعد كده بقى أصعب لحد ما بقى شبه مش شايف. تخيل ممثل شغله قايم على تعبيرات وشه وفجأة مش شايف اللي حواليه. ومع كده كان بيحاول يكمل، بس مع الوقت الشغل قل والنجومية بدأت تختفي والحياة بقت تقيلة عليه. النجم اللي كان بيضحك الناس بقى بيواجه الدنيا لوحده. لحد ما جت سنة 1964 رحل الفنان الكبير عبد الفتاح الأسري في هدوء ومن غير أي ضجة ومن غير ما الناس تاخد بالها. الراجل اللي كان بيضحكك ويمكن لحد دلوقتي بتجيب أفلامه وتقعد تضحك اختفى. دلوقتي لما بتفتح أفلامه بتقعد تضحك كل يوم وتفتكر إن حياته كانت سهلة، بس الحقيقة انت شايف جزء صغير بس. مش كل ضحكة معناها سعادة، في ناس بتضحكك عشان تهرب من وجعها. فاكر لما قلتلك في ناس بتضحكك وفي ناس تانية بتخبي حكايتها ورا الضحك؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ادعمونا عشان نقدر نكمل، واستنونا في الرحلة اللي جاية، هنروح لزمن أحلى بكتير.